واقف عندك ها؟ والله إذا بتقرب علي لأشكيك لأبو جودات. لك عليك وعلى أبو جودات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، كما تعلمون توفي مساء اليوم السبت الممثل السوري المشهور محمد قنوع رحمة الله عليه عن عمر يناهز 49 عام جراء احتشاء في عضلة القلب. نسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا. فسبحان الله، الفنان محمد قنوع نشر عبر صفحته في فيسبوك يوم أمس فقط نشر ذكرى وفاة والده قائلا: يا هلالا غاب عن عيني وراح، تاركا في القلب نارا واستراح. وكتب بعدها: رحمك الله وعوضك الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يحشره مع والده في جنته. يا بي، أنت ما بتحبني أنا وأخي؟ لا يا أبي، ليش؟ لأنه وقت كنا عند بيت جدي ما كنت تسأل علينا. ولو لك بوران، لك أنت الأصل. وقد نعت ابنة الفنان محمد قنوع وفاة والدها، وأوضحت أن السبب الرئيسي أيضا هو احتشاء في عضلة القلب. وسبحان الله، ذكرت أن معاملة الوالد لهم في المنزل تغيرت كثيرا في الأيام القليلة الماضية، وأنه دائما كان يرغب في أن يبقى وحيدا في آخر أيامه، بالرغم من أنه لم يظهر عليه أي عوارض لهذا المرض. والفنان محمد قنوع رحمة الله عليه كان محبوبا جدا من قبل أسرته ومن قبل أحبائه، وأعتقد ولا أبالغ إذا قلت من قبل جميع أبناء الوطن العربي الذين شاهدوا الكثير من المسلسلات التي شارك فيها. فهو من أكثر الوجوه الفنية المعروفة لدى السوريين ولدى غيرهم من العرب. وقد شكلت صراحة وفاة الفنان محمد قنوع صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والشعبية السورية وأيضا العربية. وقد نعاه مباشرة صديقه وزميله الفنان ياسر العظمة عبر منشور على فيسبوك قائلا: يا حبيبي يا محمد، رحمة الله عليك، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذا الفيديو. في الختام نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان. كان معكم أخوكم محمود، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.